CIA وكانت المخابرات المركزيه الامريكيه وكانت المخابرات القطريه وكانت المخابرات التركيه دي حاجات كتير هنشوفها كلها على الخريطه دلوقتي. ثم بعد ما نتعرف على الكلام ده هنتعرف على حقيقه احنا بجد ايه خلال 20 شهر دول. الكلام اللي قاله الرئيس خلال اخر حديث فيه قبل ما يطلع رحلته الى كازاخستان وكوريا الجنوبيه، ثم ايه الحلول المقترحه للوضع الحالي اللي احنا موجودين. هذه هي الموضوعات الرئيسيه اللي انا عايز اتكلم فيها. الحقيقه ان انا طبعا قعدت اتكلمت التفاصيل فيها ده ليه الوقت هتاخد مني وقت كتير، ولذلك انا هقول رؤوس اقلام، خصوصا وان انا مش عارف انا كنت عاوز اوريكم الخرائط والتقسيم والكلام ده كده، لكن اللوحه مش عشان هم يشوفوها. ماشي باين عندهم. هتكلم على النقطه الاولانيه اللي هي الاختراق الثقافي والفكري وحروب الدين الرابع. حضراتكم لازم تقتنعوا وتعرفوا ان انتم هدف، ان انتم المستهدفين وخصوصا جيل الشباب عايزين يخلقوا في فتوى بيننا وبين الجيل السابق والجيل اللاحق، عشان كده تواصل الاجيال اللي احنا بنعمله دلوقتي القديم بيبلغ الجديد بايه هي خبرته والدروس المستفاده القديمه من هذا، وعلشان خاطر يحصل نقل الافكار، نقل الايديولوجيه. ايه هي الايديولوجيه؟ اللي هي منظومه المعتقدات والافكار والعادات والتقاليد والتراث والمنظومه بتاعت الحياه كلها في الدوله اللي عايزين يغيروها. دي على سبيل المثال الايديولوجيه، عشان اقرب المثال بس الايديولوجيه يعني ايه؟ الايديولوجيه الراسماليه كانت فيها امريكا اللي بتعترف بالملكيه الفرديه، والايديولوجيه الشيوعيه الثلاثه الاشتراكيه. ده بيفرق بمثال الفرد، ده بيفرق الفرد، ده نظام ثاني، ده سيستم ثاني. عايزين يغيروا افكارنا، عايزين يغيروا هويتنا، عايزين يعملونا عن التاريخ العظيم بتاعنا، ده التاريخ 7000 سنه. الاختراق الثقافي، الاختراق الفكري من خلال حروب الجيل الرابع عن طريق الاكاذيب التي يدرسونها، من خلال المعلومات في الشمس الخارجيه. ما تصدقش اي حاجه على الشمس الخارجيه. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا العقل، لازم نتحكم عقلنا ونشوف احنا وضعنا ايه دلوقتي، كنا ايه قبل كده، نشوف اللي زينا دلوقتي واهمله في صيانه الامن القومي بتاعهم ورغم ايه؟ العراق فين النهارده؟ ليبيا فين النهارده؟ الناس كلها مليشيات كلها. يعني قدام الصحيح حاضر. ننتقل الى الاكاذيب والتطبيق اللي هم بيستخدموه ضدنا. الاكاذيب اللي هي حاجه ما لهاش وجود بيفرضوها علينا وبيقولوها لنا، والمصطلحات يقتنعوا بها. الحرب النفسيه، التاثير على النفسيه بتاعتنا من خلال السلبيات زي الدرامات الآلية. بنشوف برامج السوق شو اللي موجوده وكلها ما بتفكرش غير سلبيات والدنيا بتضل كلها قدامنا، فبيأثر على روحنا المعنويه ويؤثر على الحق على النفسيه بتاعتنا. القوات المسلحه اتكلم على الركائز القوات المسلحه العظيمه. القوات المسلحه لازم نعرف انها هي ملك للشعب وليست للنظام، بدليل ان الشعب لما قام بثوره 25 يناير القوات المسلحه وقفت جنب اراده الشعب 30 يونيو القوات المسلحه وقفت جنب اراده الشعب اللي خرج من اول اسوان لحد اسكندريه في هذه الكثافه. القوات المسلحه تفهم سياسه جيده لارتباط القرار السياسي بالقرار العسكري، ولكنها لا تعمل بالسياسه. احنا بنفهم ايه السياسه وايه هي العسكري. في ناحيه القرار العسكري مرتبط بالسياسه، عشان كده لازم نفهم القوات المسلحه لا تنضم لاي حزب من الاحزاب حتى لا يبقى هناك ثمن 19. ما يبقاش زي الجيش في العراق. الانتماءات بتاعت الجيش في العراق للقبائل والعشائر، عشان كده داعش لما هجمت عليهم من فوق
كل واحد ساب المكان، وما كانش في حاجه اسمها قوميه اسمها العراق، دوله اسمها العراق، لا كل واحد خد بعضه وجري على القبيله بتاعته والعشيره بتاعته. احنا لا، احنا عندنا ارتباط بالوطن وبمصر كلها. القوات المسلحه لا تنتمي لاي تيار ديني، الاسلام اسلام معتدل. القوات المسلحه مصنع للرجال، القوات المسلحه تعمل على رفع المستوى الصحي والعلمي والبدني لابنائها من خلال اول ما تخش مركز التدريب. القوات المسلحه تعمل على تنميه الروابط الوطنيه والوعي القومي في تعميق الولاء والانتماء للأطر. القوات المسلحه بتاعتنا العظيمه لها تاريخ عظيم، لها تاريخ عبر آلاف السنين، حضارة 7000 سنة من أول جيش محمد علي سنة 1805، ثورة 52 مين اللي قال ليها؟ الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية، وكان ليها 6 مبادئ، 3 قضاء و3 إقامة زي ما بيقولوا أو زي ما قلنا في الأول. القوات المسلحة خاضت عدة حروب، حرب 48، حرب 56، حرب في اليمن، حرب الاستنزاف، حرب 73. كل الحرب الواحدة بتأتي لجيل واحد، الجيل اللي هو عمره 70 سنة. شوف خلف 6 حروب قدام قد ايه؟ 40-50 سنه وكلها بالنجاح. القوات المسلحه المصريه قامت بمعاونه الثورات المصريه ضد الاستعمار وضد الرجعيه، عاونت ثوره الحجاز سنه 54، عاونت ثوره العراق سنه 58، عاونت ثوره اليمن بشير عبد الله السجان في سبتمبر سنه 1962، ثوره الكونغو في افريقيا عبد الناصر بعد كتيبه مظلات تعاون ثورة الكونغو ضد الاستعمار، لومومبا بس لومومبا قام بثورة في الكونغو في افريقيا وطلب معاونة عبد الناصر بعث له كتيبة. دي قائد الكتيبة دي حاجة، قائد الكتيبة دي العقيد بتاعت الدين الشد اللي هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 73. شوف تعاون القوات المسلحة بتاعتنا المصرية كانت خلال الفترة. القوات المسلحة حاليا في مصر من التهديدات الداخلية والخارجية. قمة العمل وقمة القوات المسلحة المصرية شعارها النصر أو الشهادة، لا تزيد عن النصر، يا إما النصر يا إما الشهادة، إنما حلول الوسط مفيش. أنا حد شوية معلش عشان خاطر الوقت، عشان كده رؤوس أقلام ده وبعدين نفتح باب الأسئلة. لماذا نحن مستهدفون؟ احنا مستهدفون عشان ايه؟ يا ريت لو نشوف بقى هنا يعني عايزين يستهدفونا لان مصر هي قلب العالم. مصر هي قلب، ما تيجي معايا ارجع تاني. لماذا نحن مستهدفون؟ مصر هي قلب العالم. لو جبت خريطة مصر اللي هو كلها هنجد ان لو التقاطع القطري بتاع خريطة العالم هنجد ان مصر هي الجزء وهي القلب بتاع العالم. مصر بيتواجد فيها قناة السويس اللي هي ممر الملاحي في اهم ممر الملاحي في العالم كله. مصر والمنطقة العربية يتواجد فيها 68% من احتياط البترول العالمي، عشان كده المنطقه كلها مستهدفه. تخيلوا ان احتياط البترول العالمي اللي هو مصدر الطاقه بالنسبه لهم، الدبابه والطياره والمدفع والتكييف والثلاجه والغساله، كل دي بتدور بالطاقه بالبترول هناك، وبالتالي عندنا احنا 68% من البترول العالمي، ولذلك كانوا ان هم يستولوا على هذه المنطقة عشان ياخدوا البترول ده، بالرغم ان عندهم بترول الا انهم بياخدوا البترول بتاعنا يحقنوه في الارض هناك، وبيحولوا المراكب والسفن العملاقة التي انتهى عمرها الافتراضي يعملوها مسكن للبترول عشان يسجنوه عشان وقت الطوارئ، عشان ما نستنتجش البترول للمرة الثانية في 73 كسلاح سياسي اللي ما يقللش الدول العربية وغيرنا هنصرف عنه البترول. دي من ضمن الاهداف بتاعتهم. هدف ثاني انهم يحافظوا على المنطقه بتاعتنا اللي فيها 400 مليون نسمه الدول العربيه. ال 400 مليون دول لابد ان هم يكون المستوى الاقتصادي بتاعهم ما يطلعوش في التنميه ويعتمدوا على نفسهم في التنميه، وبالتالي لازم لو طلعوا مستوى النمو بتاعهم لابد ان يسهلوا لهم مشاكل اقتصاديه ينزلوهم تاني، ولو نزلوا عن خط الفقر $2 في اليوم
البطاله هتزيد، الجريمه المنظمه هتزيد، هتتصدر اليهم، الارهاب هيزيد هيتصدر اليهم، يبقى لا خليهم ايه، نديلهم معونه نديلهم مساعده بحيث انهم يطلعوا فوق شويه للمنطقه. الولايات المتحده الامريكيه بتستخدم اليات لتحقيق اهدافها في المنطقه بتاعتها زي المكافاه والعقاب، هديك الاباتشي حول في الاباتشي، هديك المكافاه حول في المؤثر، هديك مساعده اقتصاديه حول في المساعده الاقتصاديه، عصر وجرب المكافاه والعقاب. الكيل الميكانيزم ما بتعملش بمعيار واحد. استخدام سياسه القوى الناعمه، ايه هي القوى الناعمه؟ اللي هي كل القوى ما عدا القوة العسكرية، تستخدم القوة الاقتصادية، القوة الثقافية، القوة الإعلامية، القوة التكنولوجية، واللي يبص لأمريكا بتعمل إيه معانا دلوقتي كلها شغالة قوى ناعمة، ما بتحاربناش بالدبابة والطيارة، بتحددنا بوسائل الحروب الجيل الرابعة والقوة الناعمة. أهدافنا كلها بتتحقق بالقوة الناعمة، القوة الاقتصادية، القوة الثقافية، القوة الإعلامية، القوة التكنولوجية، القوة البيئية، كل دي قوة بتستخدمها ضد. أهم المشروعات الغربية اللي موجودة علينا علشان خاطر يحققوها وهي مشروع اسمه مشروع برنامج لويس. مين برنامج لويس ده؟ برنامج لويس دوت بريطاني صهيوني كانت التراث بتاعته في الاسلام السياسي، يقرب العرب والمسلمين الى درجه كبيره جدا. هاجم الولايات المتحده الامريكيه سنه 1983 قالوا له تعالى احنا عايزين دلوقتي اسرائيل اللي هي مركز الاسلام المستقبل بتاعنا في الشرق الاوسط، عايزين ان احنا نخليها تهيمن على المنطقه، وهو ده الهدف الرئيسي اليوم في المنطقه. قال لهم ما ينفعش بكيان صغير مساحتها 20,000 كيلومتر مربع، الكيانات العملاقه اللي جنبها دي كلها ما لا يمكن ان تكون جنبها، هي الكيانات العملاقه مصر مليون كيلومتر مربع، العراق، انتوا عارفين مساحه اسرائيل 1 على 50 من مساحه مصر، 1 على 20 من مساحه العراق، 1 على 10 من مساحه سوريا، 1 على 5 من مساحه الاردن. الكيانات العملاقه في القيود بتاعتنا دي لا يجب انها تكون جنب الكيان الصغير ده، جنب اسرائيل. هنقول بنعمل ايه؟ نقول نقطع الدوله العربيه دي كلها ونقسمها ونقسم بيوتها. ليه؟ لان نظريه الامن الاسرائيليه بتقول انه اسرائيل يجب ان تمتلك اكثر من نظريه الامن الاسرائيليه، اكثر مما يمتلك 22 دوله عربيه، 22 دوله عربيه عندنا 100 دبابه، عندنا 110. عندنا 100 طياره، عندنا 20 طياره، دي نظريه الامن بتقول كده، وبالتالي يجب تفتيش الجيوش العربيه ديت عشان ما تبقاش اسرائيل هي اقوى دوله في المنطقه وتهيمن على اللي حواليها. طب تهيمن ازاي وجنبها مصر مليون كيلومتر مربع عشان الجيش الكبير ده والعراق وسوريا؟ يبقى لازم نفتش الجيوش دي كلها، الهدف الرئيسي عشان في الاخر اسرائيل تهيمن. ولذلك سوريا الجيش اللي هو مع بشار ده مش جيش بشار، ده جيش الدوله السوريه اللي هو داخل في حسابات المقارنه والمواجهه مع اسرائيل، مش بتاع بشار ماشي دلوقتي او اجله. طب لو بشار ماشي دلوقتي مين اللي هيدافع على السلطه؟ كله هيدافع على السلطه خلاص. بقت سوريا زيها زي ايه؟ زي ليبيا، مفيش دوله اسمها سوريا لو حصل الكلام ده كله. خلينا عليه. المهم فالناس زي ما اتعرف عليهم الكلام ده قالوا له طيب نعمل ايه؟ هنجيب على الله النهارده هيحصل الكلام ده؟ قالوا لا ده عايز فتره. امتى؟ قالوا سنه 2015 مش 2011. وعرض القرائن اللي انتم جاهزه ان نطلع عليكم هنا مصر متقسمه لثلاث حصص، ثم سوريا، ثم لبنان، ثم العراق. طبعا ما فيش وقت ان انا هعرضها، لكن اديكم انتهزت كده في ايه؟ في ذلك. ثم انتقل الى اكمل لكم معلش اكمل لكم الجزئيه بتاعته. اللي بيحصل علينا دلوقتي ده هو تطبيق مشروع برنامج لويس اللي انا قلت لكم عليه. عرضوا المشروع على الكونجرس في الجلسه السريه، والجلسه السريه صد علينا الكونجرس وقال هننفذ الكلام ده، بس كل سنه هندي الرئيس الامريكي بيقول خطاب استقطاب الامه، بيعمل الاستراتيجيه بتاعت السنه الجديده، وبالتالي هيعمل ايه؟ كل سنه ندخل حته صغيره لحد ما تستوي العمليه سنه 2015. لكن اللي حصلت الثوره قامت سنه 2011 طلعت بدري شويه، عشان كده اختلفت السياسه الامريكيه. هيأيد مين؟ يأيد الشباب اللي مالهمش خيانه، ولا يأيد النظام القديم، ولا يأيد مين الجديد؟ كانت انفقت السفيره الامريكيه والمخابرات المركزيه عماله تعمل اجتماعات قبلها مع الاحزاب السياسيه، حزب التجمع، حزب الوفد، الاخوان. سويت رأي يعني مفيش حد على الساحه يقدر ان هو يعمل اللي هو من جماعه الاخوان، منظمه مرتبه، ودول اللي هم يقدروا يكملوا معاه. عشان كده اوباما تعاقد معاهم صفر، وعندما جاء اوباما هنا ووقف جامعه كاتبته ودخل جامعه سلطان حسن وقال لما الخطاب بتاعه في جامعه القاهره
الكلام ده موجود في المحاضره هنروح عندنا بالصوت. انا قلت لكم كلام موافق مش اي كلام. انا لما في نفس التوقيت كان بيتعاقد مع اوباما على اساس انه يوصل جماعه الاخوان للحكم نظير ان هو يعملوا مشروع الخلافه الاسلاميه بيقولوا عليه خلاف، ومشروع التأكيد يتبناه الاثنين تلاقوا في هذا في هذا الهدف. ودي النقطه كانت بتبقى واضحه جدا في الخرائط والكلام ده. ادي مصدر اتفاقهم مع بعض. نيجي بعد كده لاهم المشروعات، اهم التهديدات التحديات الخارجيه المؤثره علينا. طبعا الولايات المتحده الامريكيه استراتيجيتها ايه؟ وهدفها الرئيسي في المنطقه ايه؟ هدفها الرئيسي ان هي تقسم المنطقه. هل تنازل عن هذا؟ لا، كل اللي بيحصل ده بعد كده ده تكتيك. يعني ايه؟ التكتيك مناورات. يقول لك اعمل حكومه انتقاليه حضره داعش. طبعا اللي هي بتضرب داعش بتحدث عليهم الشوكولاته وبتحدث عليهم المواد الطبيه وبتحدث عليهم الذخيره والتعليمات وعايزه بقى الاشكال التبويه وعايزه داعش. التهديدات والتحديات الخارجيه والداخليه. مين تاني؟ تركيا كان بتطلع الزعامه في المنطقه، يعمل الخلافه الاسلاميه في المنطقه بتاعتنا. يعني جاب الخطيطه بتاعت الدوله العثمانيه القديمه ويتطلع عايز ينشئها من جديد ويعين الحاكم في مصر وفي ليبيا وفي الاردن وفي اليمن كل ده. ايه تاني؟ ايران، الحرس الثوري الايراني يدعم وجود اصابعه في حزب الله في لبنان، اصابعه في سوريا مع الاسد، اصابعه في اليمن بدعم الحوثيين، ثم قطر بتمول بالفلوس ودعم بالفلوس، ثم المخابرات المركزيه الامريكيه والتركيه والقطريه والايرانيه مع منظمه المؤتمر الاسلامي. كل دول بيهيجوا الحلول ضد مصر في هذه الفتره، ودول اللي بيطلق عليهم محور الشر الخارجي اللي بيقول عليهم، هم ما يقولش عليهم صراحه، لكن انا بقول عليهم صراحه ان هو عشان خاطر اوضحوا القرارات. حقيقه الاوضاع الحاليه والداخليه في مصر احنا دلوقتي اللي حققناه في 20 شهر اللي فات ده معجزه بكل المقاييس، لازم كل واحد فينا يعترف بالكلام ده. اعجاز بشري. ال 20 شهر اللي فاتت 3 محاور رئيسيه اشتغلنا عليها. محور الامن، شايفين الامن والاستقرار وازاي يتحقق ويتنامى في ربوع الجمهوريه. والاثنين محور الاقتصادي شفنا مشروع الاقتصاد، شفنا مشروع ازدواجيه قناه السويس اللي اتعملت في سنه وكان الغرب مقدم لها 4 سنين، ثم مشروع شرق التفريعه، ثم مشروع استصلاح 1.5 مليون من الاراضي الزراعيه، ثم المشاريع بتاعت البنيه الاساسيه، الطرق العملاقه اللي بتتعمل عشان تستولى بالكامل علشان خاطر يتدفق الاقتصاد المصري من مصدر الانتاج الى مصدر التصدير الموانئ والكلام ده كله. الحقيقه نهضه اقتصاديه شامله عظيمه شامخه، مفيش دوله تستطيع ان هي تمشي في هذا. الرئيس قال احنا في اخر اللقاء ليه، في اخر الخطاب ليه، احنا كان المفروض او كان ممكن ان احنا نركز على القضاء على الارهاب، وبعد ما نخلص القضاء على الارهاب ونحقق الامن والاستقرار نبتدي نشتغل اقتصادي. لا، احنا بنشتغل في التوازن في كل المجالات في وقت واحد. انتصار بقى ال 31 دوله اللي عملهم التجارات الخارجيه علشان نرجع مكانه مصر العالميه والاقليميه في دول العالم، وشايفين ان مكانه مصر العالميه دلوقتي احتلينا مقعد غير دائم لمجلس الامن. مجلس الامن اللي هو فيه 15 دوله، 5 دائمين و10 غير دائمين بيتغيروا كل سنتين، احنا خدنا مكان منهم. بأغلبية 179 دولة وافقت على مصر من 192 دولة. ثم احتلينا لما دخلنا مجلس الامن ابتدينا ناخد داخل مجلس الامن
بال 14 صوت اللي باقيين داخل مجلس الامن يتم التصويت على ان مصر تكون لجنه مكافحه الارهاب وتبقى مسؤوله عن مكافحه الارهاب في العالم. وايه كمان؟ الدوله